السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الحبابات ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. واليوم جيتكم فيديو جديد ان شاء الله، غادي نقدم لكم فيه مقبلات اللي غادي تهنوا فيها ان شاء الله في هذا المدرسة مع وليداتنا كيجيو مع 12. صراحه ملي كنبغيو نطيبوا الغدا فكنلقاو بزاف، مثلا خصك يطيب الطبق الرئيسي ومن بعد ديري شي حاجه في الجوانب ولا هذا. فهادو هما الاشياء اللي غادي نوريكم اليوم، غيجيوكم ساهلين تحتفظوا بهم في الثلاجه. وكذلك حتى الا درتو مثلا واحد النهار عداس اولا لوبيا ولا شي حاجه ديال القطاني، فضروري كتبغي معاها شي حاجه ما كتبغيهمش يعني حافين هكاك. فهاد الاشياء هادي غادي تنفعكم بزاف بزاف مع وليداتكم، وغتخلي لكم الوقت الفراغ الكافي انكم يلا ديروا داك الغديوه ديالكم وتجلسوا. كما كتشوفوا انا جبت الفلفله هنايا، وكذلك الدنجال. هاد تقريبا هما المسند الرسمي ديالنا في المغرب. المهم على اي، فهنا الدنجال درتو فقط غير في فوق العافيه. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش يشويوه في العافيه، ممكن انهم يعني يشووه في الفران. فانا هنا فقط درتو في العافيه، وكاينين طرق اخرى كل مره يعني كنبدل الطريقه، فقليل باش كندير هاد الطريقه هذه. اليوم بغيت نشاركها معكم. في هاد الاثناء هذه انا درت كما كتشوفوا جوج ديال الريوز ديال البوطه باش يعني نسربي بالزربه. وكذلك حطيت حداهم تما بطاطا كتسلق. بطاطا قسمتها على جوج، النص درتو كيتسلق والنص درتو كيتفور، لان غنوريكم جوج طرق ديال البطاطس ان شاء الله. بالنسبه للفلفله، بعد ما غسلتها ونشفتها بالورق يعني ديال الكوزينه، دهنتها بشويه الزيت وعاد درتها كت يعني كنشويها في المقله د الحرشه. انا كنشويها في المقله د الحرشه، كتجيني احسن من انك تشويها فوق البوطه كتحرق وكتضيع. هذه لا، طريقه سهله. وغطيوها لا بغيتو باش كتجيكم اسهل وكتعرق. ملي كتغطيوها كتبدا تطرطق لداخل، والله العظيم البنات لا كتفك بواحد السهوله باش يعني باش كتنقى. هنا كلشي انا غطيته حتى ساليت كلشي، عاد بديت كنقي. فدزت اول حاجه هنا كنقي الدنجال. غنحيدو داك القشره ديالو كما كتشوفوا. ومن بعد كذلك غادي ندوز نقي الفلفله. فالفلفله هانتوما كما قلت لكم طريقه ساهله، كتجي ساهله بزاف في التنقيه، احسن ملي كتشوى فوق البوطه. فملي غادي نكملهم، بالنسبه للفلفله ما نحتاجش انني نعاود نغسلها لان ديجا غسلها من قبل. بالنسبه للناس انا ما كنبغيش الحق صراحه حتى نكون غاسلها من قبل عاد نخليها باش كيبقى فيها داك المذاق زوين. بالنسبه هنا الشرموله اللي غادي ندير الدنجال كما كتشوفوا عندنا مطيشه او الطماطم، الفلفل الاحمر اي بابريكا، الكمون، كذلك كاين الثوم والملحه. وغادي ندير الزيت. غندير شويه الزيت دابا ومن بعد غادي نولي نضيف الزيت في الاخير باش كيجي داكشي زوين وكيجي عاقد في دامه. كما كتشوفوا في المطيشه راها طالقه الماء. غادي نخليها واحد شويه يعني حتى تبدا تجمع وتبدا تعقد وما يبقاش فيها ديك الماء ميه هكاك. ما نديروش عليها ديك الدنجال وهي باقا ميه. هنا كما كتشوفوا ها هو بدا كيعقد داك لاصوص ديالنا بدا كيعقد. هنا غادي نلوح عليه داك الدنجال وغادي نخلي كلشي كيتقلى. ما تقولوا ليش البنات نسيتي الربيع، لا انا ما نسيتوش، وانما ما كنبغيش نديرو في الاول، حيت الربيع ملي كديريه في الاول وكتقليه فكتمشي داك النكهه ديالو ما كيعجبنيش. كنبغي نديرو حتى الاخير باش كيبقى فيه واحد النسمه اللي هي زوينه. صافي من بعد ما داكشي تقلى، انا هنا كما كتشوفوا عاد زدت الربيع. الربيع ديروا يعني ربيع بزايد باش كتجيكم ديك الشرموله زوينه، كيجي المذاق ديالو كذلك زوين. وغادي نزيد حتى زيت الزيتون في الاخير، زيت الزيتون. ومن بعد نحرك كلشي ونخليه يتقلى عاوتاني مزيان باش يعني كتدخل داك الربيع كيدخل والزيت كيدخل في داك الدنجال. وممكن الا عندكم هذيك اليد اللي كتبركوا على اللي كتمعس، هذيك اللي كتمعس فيستحسن انكم ديروها باش الدنجال يتمعس لكم مزيان. بغيتو تخليوه هكا نتوما حرين يعني في الطريقه اللي بغيتو تخدموا. انا درت واحد شويه معستو غير واحد شويه باش دخل فيه ديك الربيع وصافي، وخليته جانبا كما كتشوفوا. صافي هو عقد في دامه. من بعد دابا غادي ندوز للبطاطس. بالنسبه للبطاطس هنا غادي ندير ليها شرموله اللي هي معروفه عاديه. هاد النص هذا غندير له الشرموله هذه عاديه، ومن بعد النص الاخر نوريكم الطريقه الثانيه اللي غندير. هنا بطاطا فقط غندير لها الكمون، وغندير طبعا الملحه. انا ديجا هذه سلقاها اصلا بالملحه، ديجا درت ليها الملحه في الماء، فيعني كانت المذاق ديالها يعني ماشي مسوسه، فزيدوا غير شويه د الملحه لا كنتو سالقين بها.
كذلك زدت المعدنوس، وغادي نزيد زيت الزيتون فقط. هادو 3 ديال الاشياء، ما غادي نزيد حتى شي حاجه معاهم، وغنحركها ونخليها في الثلاجه جانبا. من بعد هنا كما كتشوفوا شديت واحد المقلاة ودرت فيها شويه الزيت والثومه. هنا راه حكيت شي 2 راس تقريبا اولا 3 على حسب، الا كانوا غلاط ديروا غير 2. وديك الفلفله غادي نشدها وقطعتها هكا شرائح. انا ما بغيتهاش تكون مربعات صغيره، انا بغيتها تكون على شكل شرائح، كتجي صراحه زوينه وكتبدل المنظر ديالها. وخليو ديك الثومه البنات خليوها حتى تقلى مزيان، يعني ماشي تشدوا غير داك الزيت والثومه وتلوحوا عليهم، لا لا، حنا عندنا الغرض ملي كتقلى الثومه كتخرج واحد النكهه، من بعد عاد كنلوحوا عليها الفلفله. هنا ما غاديش نديروا شي عطريه اللي بحال الدنجال، لا البنات، فقط هنا غادي نزيد غير الربيع وزيت العود فقط، وغادي نخلي داكشي كيتقلى كالعاده كيف ما كنقول لكم، ودائما غنكررها نصدعكم بها، خليو داكشي يتقلى مزيان تيعقد في دامو باش يجي يعني داكشي زوين. صافي غادي نرخي عليها واحد شويه حتى نشوفها انها يعني تجمرات ليا، وعاد غادي نطفي عليها ونخليها حتى هي جانبا، وندوزو من بعد. ممكن نتوما بعدا قبل ما نقول لكم ممكن انكم تزيدوا عليها في الحامض، انا نزيدو حتى الاخير، ممكن تزيدوا عليها دابا الحامض، ممكن تخليو حتى تبغيو تحتفظوا بها. صافي غادي نخليها جانبا وغادي ندوز للجزر. الجزر اولا خيزو غادي نشدو غادي نقطعو بهذا الشكل هذا، حطيتو يتفور. ممكن نتوما تسلقوه، فانا يعني حيت البوطه كانت عامره ففورته عندي في هاد في الاله ديال البخار. صافي حطيته كيتفور، راني كنت دوزته هنا هو بطاطا النصف الاخر اللي قلت لكم، حتى هي كنت دوزتها غير هنا فورتها، لان كانوا عمر عندي يعني كاسرونات وكلشي عمر، البوطه عمرات لي، فهذه كتسهل عليا. اللي بغى ندير له فيديو على هذه، كنت شريتها من بيما البنات. اللي بغى ندير له فيديو عليها ان شاء الله يخليها لي في الكومونتير، وان شاء الله ندير لكم عليها فيديو خاص طريقه الاستعمال ديالها، ونقول لكم واش راها مزيانه ولا لا، وشنو ايجابيات وشنو السلبيات ديالها. فهنا دزت خديت عاوتاني كاسرونه ودرت الزيت والثومه في الاول كما كتشوفوا، الزيت والثومه وشويه ديال الكمون، هادو غديرهم في الاول بالنسبه للشرموله ديال البطاطا، غنخليهم يتقلاو. هنا بطاطا كتجي البنات خطيره بهاد الشرموله، الزيت الثومه والكمون، وكتصوطيو بداك البطاطا فيها وكتخليوها تحمر تما وكتجمر فيها، كتجي رائعه رائعه. فنفس الخليط اللي راني كنديرو دابا الخيزو هو اللي كندير البطاطا، تيجيو البنات واحد المذاق، يعني كيجي واحد المذاق خطير كما كتشوفوا. هنا درت هذا، درت خيزو البنات، درت خيزو، راه نفس الشرموله اللي كندير الخيزو هي اللي غادي ندير البطاطا ان شاء الله. انا غير في المونتاج راني غلطت قلت لكم غنحط بطاطا، لا حطيت خيزو لان راه عندهم نفس الشرموله، ولكن انا حطيت خيزو هنا. من بعد هو الاخير غنزيد عليه كذلك الربيع كالعاده، وغادي نخليه يتقلى. وممكن نتوما تزيدوا كذلك الحامض في الاخير. صافي، فنفس الشرموله اللي قلت لكم راه هي اللي كاينه، باش انا نفس الشرموله هي اللي درت البطاطا، وغادي نخلي البطاطا تقلى اكثر من خيزو حتى تشوفوا ديك البطاطا بحال تقلات، يعني بحال تجمرات، ولات بحال ديك البطاطا اللي كتخشيوها البنات في الفران، بحال هكذاك كتولي كتشمع. ما كتبقاش ديك البطاطا هي كتشديها كتمعس، لا، كتولي بحال مقرمشه، وهي راه تقرمشت لينا غير في المقله. خصوصا الا كانوا هاد المقلات اللي كتكون غير لاصقه، راه الصراحه فنينه البنات، يعني كينفعوا بزاف. ها نتوما كما كتشوفوا، ها هي شتي كيفاش الجناب ديالها كيفاش بداو كيتقلاو غير في ديك الزيت. خصوصا هاد المقلات اللي ما كتلصقش فما كتستهلكش الزيت بزاف، الكميه اللي درتي ديال الزيت هي اللي كتبقى لك. هنا من بعد ما تقلات غادي نحيدها ونحتفظ بها حتى هي جانبا، وغندوز ان شاء الله باش ندير معكم مطيشه. دابا اخيرا غنديرو الطماطم. بالنسبه للمطيشه كنجيبها هكا مثلا، كتكون مطيشه كنلقاها في السويقه مثلا رخيصه، فكنجيبها كندير ديك الكميه اللي جبتها كنطيبها ديك الساعه كامله وكنخليها. كما كتشوفوا قطعتها، كاين اللي حيدت لها القشره وكاين اللي ما حيدتلاش القشره، ودرتها مع زبيته ومليحه كطيب. هنا كما كتشوفوا ملي درتها زدت عليها الفلفله الحمراء، الثومه والربيع والكمون. فبالنسبه للطماطم غير شي شويه طاحت، لان راكم عارفين هي بالزربه كطيح، درت لها الشرموله ديالها. وهنا
فين غنخليها تزيد طيب وهي راه كتطلق الماء، وهي كل ما طلقات الماء انا كنخليها كنعري عليها ونبقى نحركها. بقاو تعريو عليها وتحركوها ملي تشوفوها كتقلى باش ديك الماء كيتبخر والزيت هو اللي كيبقى لتحت، وحتى اللون ديالها من بعد كيتبدل، ما كتبقاش داك المطيشه داك الحموريه بارده، لا كتولي حمراء كتعطي واحد المذاق زوين. انا هنا زدت فيها شويه الزعتر، انا كنحماق عليها ملي كنزيد فيها الزعتر كتجي بحال داك المذاق ديال البيتزا البنات. المهم نتوما عندكم اختياري، ولكن صدقوني الا زدتوا لها واحد شويه الزعتر حكيتوه عليها وحركتوها وخليتوها عقدات في دمها البنات يا سلام كتجي. وممكن انكم تهزوها وديروا بها شي شرموله ديال شي حاجه اخرى، ولا تصوبوا بها بزاف الاشياء راه غادي تنفعكم تاكلوها هكاك يعني. كتجي لعده استعمالات، وممكن تحطوها حتى هكاك تاكلوها كتجي واعره. واخيرا كما كتشوفوا غنقدم لكم هادشي كله غادي نوريه لكم. فبالنسبه للمطيشه ملي طابت وتعلكت هانتوما شفتوا درتها انا في هاد البواطه عاقده، وغادي نحتفظ بها في الثلاجه. يعني هادشي كله كاين الاشياء اللي هما استهلكناهم في الحين، وكاين الاشياء اللي يعني احتفظت بهم في الثلاجه. كذلك بالنسبه للبطاطا فهذه كنا غنستهلكوها، فانا كنقدمها لكم هنا في الصحن النيجان. ها انتم كيفاش جات، شفتوا كي جات البنات، جات واعره والله العظيم البنات، لا جات فنه ما تشبعوش منها. هذه استهلكتها يعني ديك الساعه. والاخرى انا درتها في البواطه. المهم هي جات هكا مقرمشه. وكذلك خيزو حتى هو استهلكناه ديك الساعه فجا لذيذ جا لذيذ. ومن بعد فقط انا شنو اللي زدت عليه شويه الحامض. نتوما كيبقى لكم اختياري، اللي بغى يزيد الحامض البنات يزيدوا، اللي مبغاش يزيدوا بلاش. صافي. كذلك بالنسبه للمقبلات الاخرين فهادوك اللي ما استهلكتش درتهم في لي بواط واحتفظت بهم في الثلاجه. بحال مثلا الدنجال حطيت منه ديك الساعه واحتفظت منه في الباقي في الثلاجه. هانتوما كما كتشوفوا راه كانت كميه كثيره راني حطيت منه، وهذا درته في الثلاجه. كذلك الفلفله حتى هي نتوما ممكن بغيتو تزيدوا لهم زويته من الفوق، ما بغيتوش بلاش. كذلك بالنسبه للفلفله درتها حتى هي في البواطه كما كتشوفوا بحال الدنجال. وحتى بطاطا الثانيه اللي وريتكم وقلت لكم بطريقه مغيره راه حتى هي درتها في البواطه ودرتها حطيت بها في الثلاجه. هنا انا فقط بالنسبه للفلفله زدت شويه الحامض كتعجبني واحتفظت بها. المهم كنتمنى هاد الافكار البنات يكونوا عجبوكم ونالوا الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا ولو بفكره وحده. طبقوا هادشي اللي كنقول لكم راه غيعجبكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وبسلام عليكم وبصحتكم. باي باي الى فيديو قادم ان شاء الله.